تريكات تسويق ومبيعات هتفرق معاك. الجزء الرابع: واحد، استخدم التوازن بين الخوف والإثارة. الخوف من العواقب الوخيمة اللي ممكن تحصل لو ما استخدمش المنتج أو الخدمة، والإثارة في عرض المنتج أو الخدمة بشكل يحفز الأدرينالين. اتنين، قارن مميزات منتجاتك عن منتجات منافسيك عن طريق مؤثرين السوشيال ميديا، وده بيبقى عصفورين بحجر واحد. واحد بيبقى دليل اجتماعي ومقارنة لو حصل على منتجك هيبقى أفضل من آخرين حاملين لنفس المنتج بتاع المنافسين. تلاتة، اشتغل على إن منتجك يكون ممتع للمشاهدة بطريقة العرض ومستهلك وقت الشراء، إن يبدأ في استهلاك المنتج ده على طول وقت الشراء وغير قابل للمقاومة بمميزات العرض، هتحقق مبيعات ونمو سريع. أربعة، اعرض التقييمات الإيجابية من العملاء، لأن ده بيخلي العملاء المحتملين تثق في المنتج أو الخدمة ويقوموا بالشراء، لأن الناس بتميل للاعتماد على آراء الآخرين في اتخاذ القرارات. خمسة، بعد عملية المبيعات ارسل رسائل تعزز الجوانب الإيجابية لعملية الشراء، ده هيقلل من أي مشاعر سلبية تجاه عملية الشراء اللي تمت. وكمان تقدم سياسة ضمان أو إرجاع وتقدم خدمة عملاء استثنائية، ده هيقلل المخاطر المتصورة المرتبطة بالشراء ويسهل على المستهلكين اتخاذ القرارات.